انا عندي سؤال سيد الوزير، انت قدمت مشروع السيد الوزير الاول ولا على خاطر نقول لك شي يتقال، قل لي وين، نقول لك يتقال معناها في الوسائل الاعلاميه يتقال، وانه سي محمد عبو جاء برنامج نتاع تنظيف شامل في الاداره اللي يخوف في رئاسه الحكومه. بعدوا برشا بصراحه، مش من عادتي خبي على التوانسه ويعرفوني. بالمناسبه راني كنت وراء تمرير هالخبر هذا، اللي انا مانيش قاعد نمشي للمكتب تاعي لسبب معروف تعرفوه، كانوا ديما نحكيو على حريه الاعلام وقت كنا في المعارضه، نحترموا رواحنا اليوم كي نمارسوا الحق هذا، الحق في الوصول للمعلومه هذيك، على ما خبيوش معلومات. فقط ما ظهرتش في الصوره في الوقت هذاك لانه تظهر كاني نوع من الضغط الى اخره عن طريق وسائل الاعلام، وهذا مش مقبول. اما رانا تعودنا نحكيو مع الناس بصراحه، ما عندناش اشكال من هذا القبيل. عندنا اشكال فاش قلنا كما قلت لسيادتك، معناها الوظيفه العموميه جرت العاده تكون مع السلاح الاداري. وحاجه ثانيه زاد نحكيو بصراحه، صلاحيات كبيره عندها الوزاره الاولى فيما يخص الوظيفه العموميه، كل كبيره وصغيره راهي ترجع الوزاره الاولى حتى كي تكون معناها في اي اداره كانت في برشا مسائل معناها تتعلق بالتسميات وغيرها، المراقبه نتاع المناظرات الى اخره. وفما توانسه يشكيو من المشكله هذه. طبعا معناها نحن نقروا اليوم كون عندنا موظفين في مستوى عالي في كفاءتهم، نقروا كون عندنا موظفين رغم الاستبداد تمكنوا من كون البلاد هذه يخليهم ما تيحش، لانه سرقه ونهب نتاع العائله السابقه، ورغم ذلك تونس ما تحتش. وكانوا ديما نذكرهم انا حتى كي اجتمعت بهم نقول لهم رانا قبل كي كنا نعرضوا في بن علي نمشيو للجزائر يقولوا لنا هو وضعكم خير منا نحن رغم عندنا غاز وكل، نقولوا لهم صحيح هذا دليل نهار اللي يخرج علينا الاستبداد تشوفوا تونس كيفاش تولي. انا رغم الاستبداد ونحن متقدمين بفضل الكفاءات هذه، فموجوده هي الكفاءات هذه، لكن زاد نحكيو الواقع. فما زاد ناس استغلت الوضع نتاع الفساد هذايا وعملت ثروات زاد في اطار الوظيفه العموميه وفساد وتدخلات الى اخره. كان نقولوا لهذا ما فماش عاد نوليو نعتذروا بن علي ونقولوا غلطونا زاد وانتم اموركم ريق، لا كان فما خلل. الخلل هذا نقول كي تبدا عندنا بعض الصلاحيات، خاطر نحن كي نروحوا في الليل ما نروحوش بسلطه، راهو في البيرو برك السلطه كي نروحوا بعد نساو. فالسلطه هذه المقصود بها هو الاصلاح الاكثر والاقل، لكن مش تصورات الاصلاح. هذا هو الخلاف اللي كان موجود. فما شكون يرى تصورات الاصلاح تجي مني انا نرى تصورات الاصلاح تجي مني انا، وكيف كيف زاد في نفس الوقت الممارسه اللي تبعدنا عن الفساد واللي تقاوم الفساد. وذلك علاش انا كي ظهرت مثلا في وسائل الاعلام قبل ما نتفقوا نهائيا على رفض، معناها في وقت من الاوقات اتفقنا على رفض اسناد الوظيفه العموميه ولا هيئه رقابيه، قلت مثلا انا يا سيدي نتحمل مسؤوليه قدام الراي العام. كان يصير مثلا حاجب يدخل بتدخلات معناها في سيدي بوزيد ولا في بن قردان ولا في بنزرت، يا سيدي مسؤوليتي انا، رغم كلام كبير ياسر هو تتجاوز الواقع، لانه الواقع فيه الفساد في العالم الكل، كل ما نجموا نعملوه كانوا نقلصوا اكثر من نجموا، لكن مسؤوليه اخلاقيه قدام الناس. كي نقول كلام كيما هذا لازم يكون في مستواه عندي صلاحيات تسمح لي بكون نجم نشوف، عندي اداه ساعه نجم نشوف بها هذه من ناحيه، ومن ناحيه ثانيه عندي صلاحيات تسمح لي بالرقابه زاد. نقولوا زاد اللي ثم تجاوزات في بنوة ليسانس في السيارات الاداريه في حاجات كيما هكا. لا ما ثارتش المساله نتاع صحيح اللي ترى في تقليص عدد السيارات والليسانس اللي يتم منحهم للموظفين ام لا؟ خلينا نتفقوا في الموضوع هذا. يظل لي زاد قال برشا كلام، ناكد لك راهي المساله تتعلق بصلاحيات وقع رفضها في وقت من الاوقات، ريت هنا ضروريه باش نتحمل المسؤوليه. وبالمناسبه نحب نقول شيء، راهو كي كلمت السيد رئيس الحكومه وبلغته قلت راني مانيش من نوع كما زيد وعمر معناها النجم ولا قدر الله كي نخرج نقول الطوفان من بعدي، راني كي نستقيل بهدوء مانيش متقلق حتى طرف، وفرحان كوني شاركت في تاسيس الحكومه دي، خاطر عندنا حتى خلافات مع المستوى الداخلي وكذا وتجاوزناها والبلاد ماشيه لقدام، وهذا فرحانين به. مش قضيه حياه وموت بالنسبه لي نحن. قبل في عهد بن علي ناكل في الطرايح في الشارع الى اخره، مش قضيه بالنسبه لنا نحن اليوم باش نكونوا وزراء. قبل ما كناش نتصور واصلين بن علي باش يتيح حلم فقط. اليوم موجودين في بلاصه يا نعبيوها يا مش لازم، وما تقلقوش وما فما حتى غش. هذه نوعيه الرساله اللي هي ايجابيه. الخلاف ما عنده حتى علاقه بتصورات تاع السياسه، بل خليني نقول لك حاجه، كل ما نحكيو مع السيد رئيس الحكومه في تصورات معينه للاصلاح لحد اللحظه هذه ما يريدش رفض منه هو. كي يجيو نقولوا له راه عندنا موظفين زايدين على الحاجه في بعض المكاتب وفي بعض الادارات وفي غيرها، فما ناس تخدم في خدمه زوز موظفين ويخلصوا كيف كيف ويترقاو ساعات تلقى اللي ما يخدمش ويترقى اكثر. يقول لي شنو لازم؟ نقول له مثلا راهو في نهايه الامر نحبوا اليوم يخرج منشور يقول للموظفين الكل موعد شهري نحبوا نعرفوا تقرير على عمل الموظفين كل المصالح نتاعكم، نحبوا نعرفوا الناس قاعده تخدم ولا ما تخدمش، اللي ما يخدمش ينجم يمشي لاداره اخرى مثلا، فما ادارات اخرى تحتاج، وهذا رانا ماشيين فيه. هذاك علاش فرصه اليوم رانا باش نذكروا الناس انتاجيه كل موظف اكثر رقابه. انا باش نقول لك الواقع حتى هو يعني نحن موظفين من ادارات الواقع بكل صراحه توا اكتشفنا للحظه هذه وما زلنا ما دخلناش في العمق اكثر، كانوا فما عدد لا باس به من الموظفين ما يعملوا شيء، فما اللي يشربوا في قهوه ويقراوا في الجرايد. هذه موجوده الحقيقه هذه، واجبنا اخلاقيا كون نتصدوا للامر هذا، واجبنا وطنيا نتصدوا المساله هذه، واجبنا قانونيا طبعا عندنا صلاحيه كون نبدلوا الناس مش قاعده تخدم تمشي بلايص اخرى تخدم فيها، من غير ما نبعدوا اكثر من ذلك. وان شاء الله في المستقبل
هذه ان شاء الله مسؤوليتنا ان شاء الله نتعاونوا عليها الناس كل وقت توصلنا المعلومات الساعه راهم يترقاو كاين اللي باش يقوموا بواجبهم، ما ياخذوا الخطط الوظيفيه كاين اللي باش يقوموا بواجبهم، اللي ما يعمل في شيء الاصل كانه يقعد في المنصب نتاعو ولا في المكان اللي هو فيه ولا في الرتبه اللي هو فيها وياخذ حقه. طبعا اذا ما وصلناش لا قدر الله ما اكثر من ذلك هو التعذيب، ان شاء الله ما نوصلوش لهذه، نحن نحكيو على رساله ايجابيه، رساله حب بالمناسبه يعني خايف في الاداره لكن نقولوا فيها باسم القانون واحد، ونقول فيها باسم الثوره اللي ماتوا فيها عباد. الثوره هذه زاد قامت ضد الظلم، راهو الظلم في جزء منه موجود في الاداره. اليوم هذايا واحد ياخذ في شهريه على حساب التوانسه وما يعمل في شيء، في تصوري ما لازم توقف المسألة وباش توقف قطرب. والصلاحيات اللي تحصلت عليها سيد الوزير مرضيه وباش تسمح لك انك تضع حد للشيء هذا، التجاوزات من نوع هذه مثلا؟ الصلاحيات هذه طبعا تو تحلت المشكله فيها، هي ادوات معينه للرقابه وفما اشياء معينه نمارسها مباشره على الاقل تكون تحت شرفنا، واكثر من ذلك نعولوا على تعاون الموظفين وتعاون المواطنين معنا. ما كانش راهو كي نبدا في بيرو مسكر عليا رانا ما نعرفش كل الحقيقه. يعني سيد الوزير تعرف انا راني قابلت الساده المديرين العامين، قابلت المديرين، كلمت حتى الحاجب قلت له جيب لي اي موظف عنده رغبه معناها يحب يجي يتكلم، شفت العمال شفت الموظفين، سمعت الناس كل وما زلت نسمع في الناس كل ونقبل في المواطنين لمده ساعات يوميا. المهم بالنسبه لنا احنا كنا نعرفوا واش قاعد يصير، ونحب نقول لكم حاجه في الجانب هذا، كي حلينا الباب صدقوني اكثر من 95% من اللقاءات نعمل فيها مع المواطنين لا علاقه لها بالمصلحه العامه. بل اللي خليني نقول لك حاجه، برا نقولوا 90% منهم ماشي في بالهم لان وزير الافساد اللي داري مش الاصلاح اللي داري، خاطر الناس يجيو يفركسوا على خدمه ويعتقد كونك دقيت باب الوزير كاين مساله ثقافيه الحكايه، دقيت باب الوزير سيد حلت مشكلتك به، واللي ما نجمش يعمل الوزير ايش يعمل؟ الحل الوحيد هو المناظره، خلينا نتفقوا على شيء معين. انا نجم نقولوا لهم راهو 25000 اللي باش يخدموا هذوما ماهمش جايبينهم من اسرائيل ساعه توانسه، خلينا نتفقوا في الامر. اثنين، ماهوش المنطقه نتاع قبل شكون يدفع فلوس رشوه ولا شكون عنده علاقات، هذه مسؤوليتنا. كي تسمعوا حاجه كلموني، وجاوني راهو خيان قالوا لي لا باش تدخلنا كيما دخل فلان وفلان في الاداره الفلانيه، هزينا تليفون وعملنا لونكيت وسنا هذا وسنا هذا، اتضح فلان وفلان ما دخلوش بالتدخلات في الاداره الفلانيه، اما قلت لهم كلمه واحده، قلت لهم باش نثبتوا كان فلان وفلان دخلوا بشكل غير قانوني، ها واش باش نعملوا؟ مش ندخلوكم انتم، اما باش نحيوا فلان وفلان لانه قرار باطل وتنحلوا فيها بحث. اتضح ساعه اول جواب عنده باش دخلني انا في هذا. طبعا باش تفهم لي المساله، نفهموا راهو 800 البطال مش مساله سهله، معاناه راهي نعيشين معاهم يوميا، وبالعكس راهي مشكله كبيره ياسر الحكايه هذه. اما دورنا كدوله اليوم قلنا 25000 في القطاع العام، هذا هو واش نجم نعملوه. ما نعرفش كان فما طرف اخر يرى اللي الدوله تشغل اكثر من هكا، وبالمناسبه راهو تنجم تكون حتى فوق الحاجيات. بالضبط، ولكن السبب اجتماعي معين. الدوله تشغل فوق الحاجيات ام لا سي محمد؟ بصراحه السبب اجتماعي معين، كما مسألة المناولة كما غير الملفات راهي تعملت لأسباب معينة مربوطة بالثورة، بالمظالم اللي صارت قبل. حتى المقاييس نتاع الكونكور اليوم راهي مش موجودة لاعتبارات عملية، اعتبارات عملية. اليوم تقول كونكور بشكل صارم ينجح الأكثر كفاءة، كان طبق القاعدة هذه والناس يظلموا في السابق في عهد الفساد. هذاك علاش الحكومة اللي سبقتنا عملت معايير نحن نعتقدوا ممكن نتناقشوا بعض تفاصيل، ولكن بشكل عام فيها البعد الاجتماعي، وهذا راهو ضروري للتخلص من الآثار الماضية 3 4 5 سنوات ربما في المستقبل تجي حكومات أخرى ترجع المعيار الأساسي وهو الكفاءة، لكن على شرط ما يكونش معها فساد. كفاءة معناها كفاءة.